The podium at World's Strongest Man, but this guy, Eddie Hall from Stoke, probably stands a better chance than anybody. Let's see how he gets on in one of his favourite events here, Danny. Enough weight on his shoulders without this. I don't think Eddie Hall really thinks about the... يا جماعة النهاردة معانا مقارنة تقيلة جدا بين اتنين من أخطر الأسماء في عالم القوة. واحد منهم بيتلقب بالوحش ذا بيست وهو إيدي هول، والتاني بيتلقب بالكائن الخارق ومحطم الأرقام القياسية وهو لاري ويلز. السؤال اللي ناس كتير بتسأله، مين الأقوى فعلا؟ إيدي هول ولا لاري ويلز؟ وعلشان نجاوب السؤال ده لازم نفصص الحكاية من الأول ونمشي واحدة واحدة. مين هما الاتنين وايه انجازاتهم وارقامهم الرسمية قد ايه؟ كمان لازم نفهم الفرق بين الباور ليفتنج والسترونج مان ونشوف ازاي ده بيأثر على كل واحد فيهم. ونبدأ مع ايدي هول. مين هو ايدي هول؟ ايدي هول اتولد في انجلترا، مواليد سنة 1988، وطوله حوالي متر وتسعين سنتي، ووزنه ايام ما كان بيلعب سترونج مان وصل لأكتر من 180 كيلو. الراجل ده كان عنده حلم واضح وصريح، وهو ان يكون اقوى رجل في العالم. بدأ حياته كلاعب سباحة في طفولته، لكن مع الوقت دخل مجال الحديد والسترونج مان وبدأ يبان اسمه بسرعة لانه كان عنده قوة غير طبيعية. الانجاز اللي كتب اسمه في التاريخ هو رفعه 500 كيلو ديد ليفت سنة 2016، اول انسان في العالم يوصل للرقم ده. المشهد ده اي حد شافه مستحيل ينساه. ايدي بعد ما عمل الوزن وقع على الارض وابتدى ينزف من مناخيره بسبب الضغط الرهيب، وكان ممكن يموت لحظتها، بس الرفعة دي خلت العالم كله يسقف له. في 2017 ايدي كسب لقب اقوى رجل في العالم، وبعدها قرر يعتزل المنافسات الكبيرة علشان يحافظ على صحته، بس لحد النهاردة اسمه محفور كواحد من أساطير القوة. خلينا نروح دلوقتي للاري ويلز. مين هو لاري ويلز؟ لاري ويلز مولود في أمريكا سنة 1994، أصغر من إيدي هول ب6 سنين، طوله حوالي متر 85، ووزنه بيتغير كتير حسب الفترة التدريبية، أحيانا ممكن يوصل ل 120 أو 130 كيلو. اللي بيميز لاري إنه مش متقيد برياضة واحدة، هو بدأ كباور ليفتر وحقق أرقام عالمية في الديد ليفت والبنش بريس والسكوات، لكن مع الوقت لاري حب يجرب كل حاجة، سترونج مان وارم ريسلينج وكمال أجسام، وحتى جرب يلعب مع مقاتلين من رياضات تانية. لاري بيتميز إنه قالة أرقام قياسية على السوشيال ميديا، أي فيديو بينزل بيكسر الإنترنت لأنه بيجيب أوزان خارقة بأسلوب استعراضي يخلي الناس مذهولة. وخلينا دلوقتي نعمل مقارنة بالأرقام ما بين الاتنين. إيدي هول قدر إنه يشيل ديد ليفت 500 كيلو زي ما قلت لك، ده الرقم العالمي الرسمي، وسكوات أكتر من 400 كيلو، وبنش بريس حوالي 290 كيلو. وفي بطولات السترونج مان قدر إنه يسحب شاحنات وحمل حجارة أطلانتس ورمي براميل، وده محتاج قوة شاملة مش مجرد باور وحديد. انما لاري ويلز الديد ليفت بتاعه حوالي 440 كيلو، والسكوات 360 كيلو، والبنش بريس 280 كيلو. كمان عنده تجارب مجنونة زي رفع دمبل 100 كيلو في كل ايد. لو بصينا على القوة المطلقة، ايدي هول متفوق على الديد ليفت بشكل ساحق لانه وصل ل 500 كيلو، رقم محدش قدر يجيبه غير بعده بسنين، زي هاف سور اللي رفع 501 كيلو. لكن لاري مش بعيد، هو مش متفرغ لسترونج مان زي ايدي، لكنه في الباور ليفتنج من اقوى الناس اللي شالت اوزان في جيله. ونيجي دلوقتي لطبيعة المنافسات. الفرق كبير بين الاتنين هو طبيعة المنافسات. ايدي هو لاعب سترونج مان، اللعبة دي مش مجرد 3 رفعات زي الباور ليفتنج، دي عبارة عن اختبارات قوة غريبة جدا، تشيل إطارات عملاقة وترمي براميل فوق ال7 متر وتسحب شاحنات ضخمة وتشيل صخور وزنها فوق ال200 كيلو. يعني القوة هنا متنوعة ومجنونة. إنما لاري ويلز بيلعب باور ليفتنج بالأساس، وده بيركز على 3 رفعات، سكوات وبنش وديد ليفت. بس اللي بيعمله لاري إنه جاب القوة دي وبدأ يستخدمها في استعراضات وتجارب على اليوتيوب والإنستجرام. يعني نقدر نقول ايدي قوة في المنافسة الحقيقية اللي تحت ضغط عالمي وبطولات.
بينما لاري قوي جدا في الاستعراض والتجارب اللي بتوريك قد ايه ممكن يوصل بجسمه. ونيجي هنا لتحليل الشخصية وطرق التدريب. ايدي هول عنده شخصية عنيدة جدا، بيتمرن بعقلية يعملها يموت، وده اللي خلاه يوصل لرقم 500 كيلو، لكنه دفع تمن ده بصحته ومشاكل في القلب والتنفس وضغط عالي. بعد الاعتزال خفف وزنه ودخل في عالم اليوتيوب والمصارعة والبوكسينج. انما لاري شخصيته مرنة جدا، بيحب التجارب والاستعراض، وبيعتبر نفسه مؤدي مش مجرد رياضي. طريقته في التدريب بتجمع بين القوة وكمال الأجسام، وعلشان كده جسمه شكله رياضي جدا ومع ذلك قوي جدا. مين بقى الأقوى بجد؟ لو بنتكلم عن القوة المطلقة في الأرقام الرسمية، الإجابة واضحة، إيدي هول أقوى لأنه رفع 500 كيلو ديد ليفت وواخد لقب أقوى رجل في العالم. لكن لو بنتكلم عن التنوع والقوة العملية، لاري ويلز بيكسب لأنه جرب كل حاجة من الباور ليفتنج للسترونج مان للأرم ريسلينج، ولسه بيحطم أرقام رغم إنه مش متخصص في بطولة واحدة. الخلاصة، إيدي هول رمز القوة المطلقة في الديد ليفت والسترونج مان، لاري ويلز رمز القوة المتنوعة والاستعراضية، واللي خلى السوشيال ميديا تتملي بفيديوهاته. الاتنين أقوياء بشكل مرعب، لكن الفارق إن إيدي حط كل قوته في بطولة رسمية وكتب اسمه في التاريخ، أما لاري فخلى قوته وسيلة لإبهار العالم على الإنترنت، وده سبب إنه بقى أيقونة للجيل الجديد. وفي الآخر، سواء بتشوف إن الوحش إيده هو الأقوى أو شايف إن الكائن الخارق لاري ويلز هو الأقوى، الاتنين بيشاركوا في حاجة واحدة، إنهم بيوروا للعالم إن حدود جسم الإنسان ممكن تتكسر لو عندك عزيمة وتدريب وشغف. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تكتب لي في الكومنتات شايف مين فيهم الأقوى، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس وتدوس لايك للفيديو وتشير الفيديو ده لكل أصحابك علشان يستمتعوا بيه. وخد لفة في القناة، هتلاقيني عامل كمية فيديوهات كتيرة جدا، أتمنى إن هي تعجبك. وما تنساش تكتب لي في الكومنتات حابب نعمل المقارنة الجاية عن مين.